كانت كلها ولا زالت معلقة بالجديد بشأن المنتخب الجزائري بعد رحيل جمال بالماضي. كلام كثير وطويل وأسماء عديدة طرحت على الساحة الكروية في الجزائر وحتى في الخارج عن المدرب الجديد، بعد حوالي كلام عن 5 أو 6 مدربين. استقر الحال لغاية البارحة الجمعة على المدربين البرتغالي بيزيرو والبوسني كرواتي سويسري بيتكوفيتش إلى غاية البارحة. لماذا نقول إلى غاية البارحة؟ لأن المستجدات تتغير في كل لحظة، والمعطيات أيضا مختلفة وكثيرة، وشد ومد أيضا بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمدربين المحتملين للإشراف على المنتخب الجزائري. ولكن أغلبية التوقعات تتوجه نحو السويسرو كرواتي بوسني عنده 3 جنسيات، المدرب بيتكوفيتش السابق للمنتخب السويسري دربه لمدة 7 سنوات. طبعا أتصور أنا شخصيا بأنه إلا إذا حدثت مفاجأة بأنه سيكون المدرب القادم للمنتخب الجزائري في التربص المقبل في شهر مارس المقبل. طبعا أثناء الحديث عن المدربين كان في حديث ونقاش صحي وطبيعي وعادي من قبل المتتبعين بما في ذلك الجماهير. سيكون أيضا الكلام عنه كثيرا خلال الأيام القليلة المقبلة وأثناء التربص المقبل، أثناء خياراته وفي المباراتين الوديتين القادمتين المأمورية لن تكون سهلة بالنسبة للمدرب الجديد للمنتخب الجزائري. ولكن الجميل أنه عندنا القدرات وعندنا الإمكانيات وعندنا المهارات والمواهب واللاعبين القادرين على إعطاء هذا النفس الجديد للمنتخب الجزائري والتحضير الجيد للموعدين القادمين في شهر يونيو في تصفية كأس العالم، وبعده التركيز كذلك على التحضير لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025.